حرائق لوس أنجلوس تدمر الأخضر واليابس في كاليفورنيا، تدمير أكثر من 34 ألف فدان ونحو 10,000 منزل ومبنى، خسائر تقدر ب150 مليار دولار، وتقرير لا يمكن لأي نظام مياه في العالم التعامل مع الكارثة. لا يزال رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا وتحديدا في مدينة لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة يكافحون من أجل السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام وأدت لمصرع أكثر من 10 أشخاص على الأقل، وحولت أحياء بأكملها إلى رماد. تشير تقديرات إلى أن حرائق الغابات في لوس أنجلوس قد تصبح واحدة من أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تقدر الخسائر بالفعل بما يتجاوز 135 مليار دولار. وأشار تقرير صادر عن شركة أكيو ويذز الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس إلى أن إجمالي الخسائر قد يتراوح بين 135 و 150 مليار، مما يعكس التأثير الكبير على منطقة تحتوي على بعض أغلى العقارات في الولايات المتحدة. كما أشارت أحدث البيانات إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز التكلفة المحتملة لشركات التأمين ضد الدمار الناجم عن حرائق الغابات في المدينة 20 مليار دولار، ما يمثل ضعف التقديرات التي صدرت قبل يوم واحد فقط.